السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض تدريبات الكتاب المدرسي مادة العلوم الصف الخامس من صفحة 14 إلى صفحة 26. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة، اكون متشكرة جدا ليك. يلا يا بطل حط اللايك للفيديو، يبقى انت كده بتساعدني ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من اصدقائك وزمايلك اللي هم بيدوروا على حل الانشطة ان شاء الله، والكل يستفاد بأمر الله. ونقول بسم الله. هنخش على طول على حل الاسئلة. طبعا عندك هنا في صفحة 14 ما فيش اسئلة، ندخل هنا بقى على صفحة 15. بيقول لك قم بملاحظة الوعود وسجل ملاحظاتك، قارن بين توقعاتك والنتائج الفعلية، اتبع التعليمات اللي بيقدمها المعلم عشان يشرح لتشريح الساق، سجل ملاحظاتك. طب احنا هنعمل دلوقتي هنرسم اوعية الخشب هنا، ولونها ايه الطبيعي. لونها الطبيعي بيكون ابيض اهي، انما اوعية الخشب بعدها بقى بتكون ملونة بتمتص طبعا المية. هتقول له هنا في المقارنة هتقول له تغير لون الاجزاء العليا اللي هي السيقان يا شباب والأوراق، وبعد وضعها في الماء الملون حيث إيه حيث انتقل الماء الملون عن طريق أوعية الخشب إلى هذه الأجزاء. يبقى تغير لون الأجزاء العليا اللي هي السيقان والأوراق بعد وضعها في الماء الملون حيث انتقل الماء الملون عن طريق أوعية الخشب إلى هذه الأجزاء. طيب فكر في النشاط فيما يختلف أو فيما تختلف توقعاتك بخصوص نتائج التجربة عما لاحظته. هتقوله في البداية توقعت عدم تلوين الأجزاء العليا للنبات اللي هي السيقان والأوراق وعدم امتصاصها للون مع الماء، ولكن النتيجة خلفت توقعاتي طبعا وتغيرت للون الأحمر زي ما احنا شايفين. هتقول في البداية توقعت عدم تلوين الأجزاء العليا للنبات اللي هي السيقان والأوراق وعدم امتصاصها للون مع الماء، ولكن النتيجة خلفت توقعاتي. حلنا صفحة 15، ننتقل لصفحة 16. ما فيهاش حل يا شباب، بتتكلم على مقارنة أجهزة الجسم والنبات، هما الاتنين برضو بيشتركوا في حاجات. فيلا بينا. بيقول لك هنا أجهزة النقل بيقول لك كيف يتشابه نظام النقل، صفحة 17. كيف يتشابه نظام النقل في النبات والإنسان؟ هتقول في إن كل منهما وظيفته نقل العناصر الغذائية. كل منهم وظيفته إيه؟ نقل العناصر الغذائية والأكسجين وثاني أكسيد الكربون إلى أجزاء الأخرى سواء في الإنسان أو النبات. طبعا كل منهم هتقول له بينقل العناصر الغذائية والأكسجين وثاني أكسيد الكربون لأجزاء النبات الأخرى للأجزاء الأخرى سواء في الإنسان أو النبات. طيب طبعا في النبات بيحتاج غسل اكسيد الكربون ويطلع لنا اكسجين، انما الانسان بيتنفس اكسجين وبيستخرج ثاني اكسيد الكربون. بيقول لك تحدث مع زميلك عن ما الطرق التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة القلب والجهاز الدوري للإنسان. أول حاجة هتقول له ممارسة التمارين الرياضية، ممارسة التمارين الرياضية. تاني حاجة هتقول له تناول الغذاء الصحي وده اللي بيحتوي على الحديد عشان خاطر الأنيميا. الابتعاد عن التدخين. طبعا ممارسة التمارين الرياضية بتنشط عضلة القلب وبتقوي الجهاز المناعي وبتخليك أصغر من سنك، والرياضة حلوة جدا أصلا وبتنشط عضلات القلب. يبقى ممارسة التمارين الرياضية، تناول الغذاء الصحي بيحتوي الحديد، الابتعاد عن التدخين. حلنا صفحة 17، ننتقل لصفحة 18. ما فيهاش حل تدريبات، ننتقل إلى صفحة 20 يا بطل. 19 بيقول لك هنا تحدث مع زميلك عن كيفية استفادة النباتات من الغذاء في عملية التكاثر وما هي أهمية كل من الأزهار والبذور للنبات. طيب أنا هقول إن ده بيساعد النبات، بيساعد الغذاء النبات على تكوين البذور. أهمية الأزهار هتقول له إنتاج البذور. طب بالنسبة لأهمية البذور بقى هتقول له ايه؟ انتاج اعداد كبيرة من نفس النوع اللي هو النبات والتكاثر. هتقول له ده بيساعد الغذاء اللي هو النبات على تكوين البذور. أهمية الأزهار إنتاج البذور. أهمية البذور بتعمل إيه؟ إنتاج أعداد كبيرة من نفس النوع، من نفس نوع النبات اللي هي التكاثر، يعني دي اسمها عملية التكاثر. طيب احنا قلنا أهمية الأزهار وأهي، احنا قلنا أهمية الأزهار وأهمية البذور أهي، ماشي. طيب يلا بينا بقى ننتقل لصفحة كام؟ صفحة 19. بيقول لك هنا سنقوم بتصميم نموذج بيوضح طريقة واحدة. بيقول لك ما طريقة انتشار البذور اللي بتعتقد انها الافضل في انتقال او حركة البذور من مكان لاخر عن طريق الرياح، بتكون خفيفة. خلاص حلنا صفحة 20، ننتقل لصفحة 21. بيقول لك كيف ستكون طريقة انتشار البذور بناء كيف ستكون طريقة انتشار البذور بناء على النموذج الذي قمت بتصميمه. قم برسم نموذج خاص بيوضح الطريقة الممكنة لانتشار البذور. احنا هنعملها زي المروحة كده اللي هو بذور نبات القيقب يا شباب. هنعملها زي المروحة كده اهي، خطين متوازيين كده، ودي البذور اهي تنتقل عن طريق الرياح بسهولة. خلاص يلا بينا على صفحة، احنا كده خلصنا صفحة 21، هننتقل لصفحة 22.
هنا بيقول لك ملاحظات: ما طريقة نقل البذور التي في ضوئها قمت بتصميم نموذج البذور الخاص بك. هتقول له البذور الخشنة بتلتصق بالايه، بفراء الحيوانات، انما البذور الخفيفة دي بتطير عن طريق الايه، الرياح، بتنتشر عن طريق الرياح. خلاص، معلش بقى دي ابني كان كاتبها هو لان خطه ما شاء الله صغير ومش باين قوي. يلا البذور الخشنة هتقول له الخشنة تلتصق بفراء الايه، الحيوانات. اما البذور الناعمه او الخفيفه دي بتنتشر عن طريق الرياح. طيب الملاحظات ايه اللي هيحصل؟ هتقول له عند تشغيل المروحه لو فيه عندنا بذور خفيفه هتطير طبعا في الهواء. طب ما هي اجزاء النموذج الخاص بك الذي ترى انها فعاله في عمليه انتشار البذور؟ هتقول له الاوراق التي تشبه اجنحه الطيور. الاوراق التي تشبه اجنحه الطيور. طيب ما انواع البذور التي ترى انه يسهل انتشارها ونقلها ولماذا؟ هتقول له القيقب. بذور القيقب دي يا شباب هتقول له ليه لها اجنحه مثل الطيور. طب والهندباء خفيفه مثل الباراشوت. خلاص اهي، هي راحت فين اهي، شايفين بذور الهندباء عامله زي الباراشوت ده. خلاص، وبذور القيقب يلا يا بطل لها أجنحة مثل الطيور القيقب، إنما الهندباء خفيفة بتشبه الباراشوت. هل كان نموذجك فعال؟ هتقول له نعم. كيف تطور من نموذجك أو طريقة اختبارك؟ هتقول له نموذج نجح بالفعل. خلاص، حلنا صفحة 22، ننتقل إلى صفحة 23. يلا بينا، على الاقل من مهلكوا. لو شايفيني بسرع وقفوا الفيديو من المنتصف لحد ما تنقلوا وشغلوا الفيديو تاني. بيقول لك هنا احتياجات الشجره. طيب بيقول لك هنا كيف يمكنك الان وصف صوره زراعه شجره؟ هتوصفها ازاي؟ هقول له ان الشجره دي هتحتاج لميه وشمس وتربه خصبه غنيه بالعناصر غنيه بالمعادن والعناصر الغذائيه عشان تنمو. ده اللي انا شايفاه. عشان اجي ازرع شجره هحتاج ميه وشمس وتربه خصبه. طيب ايه الاختلاف بين تفسيرك الحالي وتفسيرك السابق؟ هقول له بيحتاج النبات للميه والهواء وضوء الشمس ليصنع غذائه وبيحصل على الطاقه اللازمه للنمو. يحتاج النبات للماء والهواء وضوء الشمس ليصنع غذائه ويحصل على الطاقه اللازمه للنمو. طيب بيقول لك هنا بيقول لك ما الذي يمكن استنتاجه ويجب أن تبدأ به نعم أو لا فرضا يعني. هقول له النبات بيستخدم تراكيب وأجزاء النبات. هقول له النبات بيستخدم تراكيب. طيب وأجزاء النبات في الحصول على احتياجاته الأساسية. طيب بيقول لك هنا اكتب أدلة بتدعم فرضك. الافتراض اللي انت بتفرضه يعني. يمكن ان تكون الادله مصدرها فيديوهات او نصوص او انشطه تفاعليه او ابحاث علميه. هقول له معظم النباتات بتمتص الايه، معظم النباتات بتمتص الجذور ومن الميه والعناصر الغذائيه. يبقى معظم النباتات بتمتص الايه، العناصر الغذائيه من الجذور. طيب يلا يا بطل، بيقول لك هنا اكتب تفسيرك العلمي المتضمنه بالتعليم. هقول له الاوراق بتقوم بعمليه البناء الضوئي والاوراق بتمتص ضوء الشمس اهي، تقوم بعملية البناء الضوئي وسكر الجلوكوز والحصول على الطاقة. خلاص يا بطل، كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. حلينا تدريبات الكتاب. يا ريت يا بطل ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامة.